بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. السلام عليكم أصدقائي. الساعة الآن 6:03. نحن الآن في مكان طاهر شريف. أود أن أنقل لكم بعض المعلومات عن هذا المكان وهذا الفضاء وهذه الفناءات وهذا المتسع الذي ترونه الآن. هو مكان كان يسمى في زمن معاوية مكان خربة الشام، مكان اللي كانوا به العيال الحسين عليه السلام، وضعوهم في هذا المكان. وهنا بجانب الجامع الأموي وهذه الفضاء وهذا المكان اللي كان به أغلب عيالات الحسين عليه السلام، وضعوهم. كان المكان مشمس خاربة كما يقال، لكن الله سبحانه وتعالى بعد مرور الزمن وتطور واتضاح الصورة للمسلمين عن قيمة هذا المكان والأرواح والأجساد التي سكنت هذا المكان، وبجانبه قبر رقية عليه السلام. تم البناء هذا الصرح عليه ليكون شاهدا وليكون حاضرا في قلوب وأنفاس المسلمين على مر العصور إلى ظهور القائم. بالقرب منه يقع مرقد السيدة رقية بنت الإمام الحسين التي توفيت على رأس الإمام الحسين في هذا المكان، وتم دفنه في هذا المكان. وهذا المكان يزوره ويؤمه العديد من أبناء الشيعة في عموم العالم الإسلامي، وخاصة محبين أهل البيت عليهم السلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم لإداء وخدمة أهل البيت عليهم السلام. لا تنسونا بالدعاء. وهذا احنا الآن على أبواب الأذان، وهذه عديد من المشاهد لهذا المكان الجميل، المكان الطاهر الذي يستحب أن تزار به الزيارة ويقرأ به القرآن وتذكر به الأذكار الكريمة الشريفة العفيفة لأجل تطهير النفس واستذكار تلك العائلة الكريمة التي أراد الله سبحانه وتعالى تبقى ذكرها على مر العصور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.